اليوم في الجنازة كلمني مصدر أمني ما نعرفوش قبل. لو أطلب مني قال لي راني نتبع فهمتني فيك، وأنا نطلب منكم باش تشدوا صحيح في البيست، باش نعاود الكلام اللي قاله هو في البيست نتاع وزارة الداخلية. شديته فهمت من يده، قلت له وضح لي الكلام اللي باش نقوله توا هو عبارة على بلاغ مفتوح نتوجه فيه في المباشر للسيد وكيل الجمهورية باش يفتح تحقيق في الكلام هذايا. قال لي اللي المسؤول المباشر على اغتيال شكري بالعيد هو السيد محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة. يقول لي السيد هذا اللي هو معين من قبل النهضة، من قبل السي حبيب اللوس، واللي هو ما هوش يخاف علاقته مباشرة بمون بليزير والخدمات اللي قاعد يقدم لهم فيها. قام في المدة المؤخرة بانتداب 20 شاب، وانه هالشبان هذوما ما وقعش ادراج الاسماء نتاعهم في سجلات وزاره الداخليه، يعني ما عندهمش ماتريكول. ويقول لي يوميا تجيهم ميني بيوس، والميني بيوس هذوما تهزهم من نهج يوغوسلافيا من قدام المقر نتاع الاداره العامه للمصالح المختصه، يمشيوا يقوموا بتدريبات. يقول لي في ليزار مارسيو في فنون القتال، وخاصه في التايكوندو، وتدريبات في الرمي في التير. ويقول لي الناس كل نتسائلوا على مستوى هالعباد هذوما ايش يعملوا لهنا، واش هي طبيعه المهمه نتاعهم، وعلاش يقع التعامل معهم بالطريقه هذه. ومنبهين عليهم انه باش حتى حد ما يدور بهم وحتى حد ما يكلمهم. واحد، اليوم ثم سؤال على طبيعه الدور اللي يلعبه السيد محمد شمام. الرجل هذايا كان هو قائد التنظيم العسكري لحركه النهضه، وكان هو الوحيد اللي أفلت من المجموعة الأمنية وهرب، قاعد عايش في الجبال نتاع الجزائر. وكان هو السيد هذايا على أساس أنه عنده مخططات نتاع اغتيالات وغيره. هذا الرجل اليوم موجود في وزارة الداخلية. شنو هو اللي يعمل غادي؟ الحاجة الثالثة، ثم تحقيق تفتح المدة الفاتت فيما يتعلق بشبكة نتاع سلاح ومرتبطة برجل أعمال، وعلى أساس أنه عندها قائمات تستهدف فيها مجموعة من التوانسة، وموقع نواة، وربط صلة ما بين هالمجموعة هذه وما بين مسؤولين في وزارة الداخلية حول السيد وزير الداخلية. النقطة الأخيرة اللي باش نشير لها، وأنا سعيد بوجود زميلي سفيان بن فرحات معنا في البلاطو هذايا. زميلي سفيان في فيديو اللي هو خرج ومنشور أعطاه معلومة خطيرة ومعلومة هامة حول من مصدر من وزاره الداخليه، من كوميسار في وزاره الداخليه، على وجود قائمه واتصل به قبل ما يقع التنفيذ، وبعث له حتى اس ام اس بعد ما وقع التنفيذ. وهنا رجعنا لها شويه باش تعطينا التفاصيل. للانهاء انه راهو سبق لسي طاهر بن حسين وسبق لسي الازهر العكرمي انهم تحدثوا على الاختراق النهضه لوزاره الداخليه. هذا العكرمي اعطاه بالاسامي، زاد 3 اسامي. وكان قبلهم اول واحد اشار النقطه هذه هو سي احمد نجيب الشابي، لما تحدث عن وجود مسؤولين من النهضه في قاعه العمليات يساهموا في الاداره.